السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعداء، يا رب تكونوا في احسن حال ان شاء الله. نعمل مع بعض النهاردة صينية بطاطس بالفراخ جميلة ولذيذة وسهلة، ومن طعمتها هتعملوها على طول ان شاء الله. تعالوا نبدأ مع بعض. احنا مجهزين مع بعض دلوقتي بصل شرايح، بطاطس هي شرايح، هي مش شرايح مدورة، هي شرايح طويلة وسميكة شوية. ومحضرين معانا فلفل ألوان، ومحضرين معانا توم والبهارات بتاعتنا والملح. وهنبدأ نجيب صينية على النار ونحط فيها البصل الشرايح اللي احنا مقطعينه، والمادة الدهنية اللي هنستخدمها سواء زيت أو سمنة. هنشوح البصلة كويس جدا، هي مش هتحمر، هي بس هنشوحها تشويحة حلوة. ونروح ضايفين عليها الثوم ونشوحهم مع بعض شوية، وبعدين ننزل عليهم بالفلفل الألوان ونشوح كله مع بعضه. كل ده احنا مش عايزين نحمر البصل قوي، لان لسه هنحمره مع الفراخ ومع البطاطس وكده، فاحنا مش عايزينه يتحمر قوي. فاحنا بس بنديهم تشويحة مع بعض ياخدوا من طعم بعض ويمتزجوا كويس. وبعدين بعد ما ننزل بالفلفل الألوان ونشوحها مع الثوم والبصل كويس، هنروح نازلين بالبهارات بتاعتنا ونقلب كويس تدي الريحة. طبعا احنا هننزل بالفراخ الأول قبل البهارات، هنحط الفراخ مع الثوم والبصل والفلفل الألوان ونشوحهم كويس مع بعض الأول، وبعدين نضيف البهارات بعد الفراخ، وبعدين نشوحهم كويس أوي مع بعض، وبعدين نغطيهم ونسيبهم شوية مع بعض ياخدوا الطعم والبطاطس تدخل على سوا. ونروح معرين الصينية ونروح مطلعين الفراخ، وبعدين نروح نازلين بالطماطم المكعبات والزبادي. معلش سوري ما قلتش على الزبادي من الاول، نسيت. بس احنا معانا علبة زبادي صغيرة هنضيفها مع الطماطم المكعبات وهنقلبهم مع بعض، وهنغطي الصينية لحد كله ما يمتزج في بعضه وياخد الطعم والطماطم تتسبك شوية. وبعدين نروح شايلين الغطا ونروح حاطين الفراخ في الخلطة تاني، نرجع الفراخ تاني في الخلطة ونقلبهم كويس قوي مع بعض، ونسيبهم بقى ايه لحد الفراخ ما تدخل على سوا شوية، يعني تبقى نص سوا كده. وبعدين نروح حاطين البطاطس اللي احنا مقطعينها ومجهزينها ونقلبها مع الفراخ ومع الخلطة، ونسيبهم بقى لحد ما يستووا. نغطي الصينية كويس ونسيبهم يستووا. في خلال ما الصينية بتستوي هنكون احنا بنعمل شوية رز ابيض بقى، رز بشعرية، ده كويس وده كويس، وده على حسب الرغبة، يعني على حسب ما تحبوا. عايزين جنبها رز بشعرية ماشي يمشي، عايزين رز بأبيض ماشي يمشي. وهنخلص شوية الرز يكون صينية الفراخ بتاعتنا استوت بالبطاطس، ونتأكد انها استوت كويس، ونروح طافيين عليهم ودوقوا الطعم وقولولي الطعم خرافة. طعم البطاطس بالفراخ بالطريقة دي خرافة ملهاش حل، صدقوني لو جربتوها وعملتوها مش هتسلوها، وهتعملوها على طول وهتدعولي. جربوا كده وادعولي، وبالهنا والشفا يا حبايب قلبي على قلبكم يا رب، بالهنا والشفا على قلبكم يا رب يا حبايبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.